اجدد اختراعات الحلو في مصر 2025. زي ما انتم متعودين، بعد طلعت اجدد اكل في مصر على طول بعمل لكم اجدد حلويات في مصر، اللي هي كتير جدا بالمناسبه. ما شاء الله مطاعم الحلو عندنا ما بتهداش، فجبت لكم كل الحاجات الجديده علشان نشوف ايه الحلو فيها، ولا نص نص ولا اي كلام عشان نفتكر منهم ايه. والاسعار اللي حطيت كلها النهارده شامله كل حاجه، الدفع عليها توصيل بس. ولو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب. من غير رغي كتير، يلا بينا. يلا بينا. نبدا بقى اول واحد على طول، تاني عم سمير بتاع الفطير. وعم سمير بتاع الفطير الاسبوع اللي فات على طول كان عامل فطيره في الحادق اسمها الحاجه رؤى، عاملها هي نفسها في الحلو بنفس الاسم برضو، الحاجه رؤى بس حلو المره دي. تعالوا نشوف عباره عن ايه. ده شكلها كده، بتبقى عباره عن فطيره نوتيلا محشيه بيستاشيو وعليها بيستاشيو من على الوش مع عسل وقشطه، ربنا يستر. نخش ونشوف الكلام على ايه. نخش على الحاجه رؤى حلو المره دي. زي ما انتم شايفين كده، هي نفس حجم الحاجه رؤى الحادق، قد الرقاق بالظبط او رغيف الحواوشي، ومعموله 4/4 بس. ربنا يستر بقى عشان الحس دي هتبقى مجزعه موت. نخش بسم الله. تاني كده. هو اكتر طعم واضح فيها هو طعم الشوكولاته والبيستاشيو، والاتنين مع بعض طعمهم حلو قوي. صوص الشوكولاته طعمه حلو جدا وغني جدا، وصوص البيستاشيو برده طعمه حلو جدا وغني جدا، وميكسهم مع بعض حلو قوي الصراحه قوي، مع عجينه الفطيره اللي شبه الرقاق قوي، فكانك بتاكل رقاق حلو. جامده جدا كفكره، جميله. بس طبعا مع مكونين حلو بالتقل ده صعب قوي تعرف تطلع العسل، ومش لقط القشطه الصراحه. باخد بيس تانية كده بس مش هخلصها يعني عشان ده كتير قوي. فيها قشطه اهي، عشان عايز ادوق القشطه برده. تقيله جدا يا جماعه جدا. الحته دي اكبر كمان، فمتروسه حشو رهيبه رهيبه حلوه قوي. بس زي ما بقول لكم كده، مش هتعرفوا تطلعوا منها لا طعم العسل ولا طعم القشطه. اكتر طعمين واضحين فيها هو الشوكولاته اللي متغرقه بيها والبيستاشيو، والاتنين طعمهم تحفه وامتزاجهم مع بعض تحفتين، فجامده جدا الصراحه. بدايه بالشرب بالتفاؤل قوي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى سموذي بارادايس. وسموذي بارادايس من اكتر المطاعم اللي عامله قلق جدا مؤخرا على السوشيال ميديا، ومسمعين مع الناس قوي. عاملين كام اختراع جديده. لوز العنب، نفتح ونشوف. دي حاجه اسمها فريسكا، وعاملينها بكام نوع كده، واخر حاجه منزلينها فيها فريسكا شوكولاته دبي، ودي بان كيك موز وشوكولاته، ودي حاجه اسمها بسكوته، واخر اختراعاتهم على الاطلاق اللافا ومعلقتين وشوكه. نبدا باول حاجه فريسكا شوكولاته دبي. ده شكلها كده، وزي ما انتم شايفين دي عباره عن البسكوته بتاعه الايس كريم بس على شكل رول ملفوف ومحطوط من جوه بيستاشيو. هل بقى هنلاقي كنافه ولا لا؟ نخش على الطعم ونشوف. نخش على فريسكا دبي. اول ما قطمت الكنافه ظهرت من جوه اهو، طعمها اختراعه وحلوه قوي. انا اول مره في حياتي اشوف بسكوت الايس كريم معموله فطيره. فكره جامده جدا ومعموله حلوه قوي الصراحه. بسكوت الايس كريم طعمها تحفه، متسويه بمعلمه كرانش زي ما انتم سمعتوا كده، والحشو اللي من جوه حلو قوي، عباره عن كنافه بالبيستاشيو، طعمه تحفه وسكرها مظبوط ومش مجزعه نهائي، فتحفه الصراحه عجبتني قوي. اختراع جامده جدا. نخش بقى على البسكوت الشوكولاته. دي اسمها البستوته مش البسكوته، البستوته شوكليت. بتبقى عباره عن كريمه لباني مع مانجا اسماعيلاوي مع بسكوت بالسمنه البلدي وصوص من اختيارك. انا اخترت صوص شوكولاته. نخش على الطعم ونشوف الكلام على ايه. نخش بسم الله. تحسوا من اسمها ان عيل مش عارف يقول بسكوته. نخش على البستوته. ندب المعلقه كده، كريمه لباني، قطع مانجا، بسكوت بالزبده، صوص شوكولاته. هي جامده جدا جدا يعني. طعم المانجا حلو قوي، طعم الكريمه اللباني حلو قوي كمان، طعم البسكوت تحفه، صوص الشوكولاته طعمه حلو قوي. بس حاسس ان هما كميكس مش اظبط حاجه كلهم مع بعض. يعني انا رايي الشخص المتواضع يتعمل منها منتجين دول، واحد بالكريمه اللباني والمانجا لوحده كده من غير البسكوت بالزبده والشوكولاته، ويتعمل منتج تاني كريمه لباني ببسكوت بالزبده والشوكولاته، يبقى ده لوحده وده لوحده، لان كله مع بعضه كده واخدين من طعم بعض، مش ممتزجين مع بعض حلو. انما كمنتج تحفه الصراحه، وخامات نضيفه قوي، تحفه. هجرب كده اعمل اللي انا بقوله، واخد كريمه لباني مع مانجا بس. تحفه. بسكوت بالشوكولاته من غير مانجا، شيل المانجا اللي فيه، بسكوت بالشوكولاته من غير مانجا مع كريمه لباني، تحفه برضه. خلط ميكس بس، انما ككواليتي الحاجه المحطوطه تحفه. نخش على البان كيك بقى. زي ما انتم شايفين كده، دي عباره عن بان كيكس وبيعملوها بكذا حاجه مختلفه. انا اخترتها موز بالشوكولاته علشان الميكس ده مع بعضه يبقى تحفه. فنخش على الطعم ونشوف الكلام على ايه. نخش على البان كيكس. ميني بان كيكس اللي هي الصغيره خالص دي، طعمها حلو قوي مع صوص شوكولاته. عجبني جدا من الاول. والموز مع الشوكولاته ولا كلمه، بيدي الشوكولاته بوست كده كده، بيخليها تبقى احلى كتير. فالاساس بتاع الحاجه اللي هو البان كيك معمول حلو جدا، وبقيه الحاجات مع بعض مخليها تحفه، فمنتج حلو قوي برضو قوي، جامده جدا. نخش على اجدد حاجه عندهم بقى، اللافا. دي بتبقى عباره عن طبقات من بسكوت الزبده مع فراوله فريش او مانجا، وحاجه اسمها فيوتن كريسبي انا ما اعرفش ده ايه، وكريم فلامبي فرنساوي مع سكر مكرمل. نخش على الطعم ونشوف. نخش على اللافا اللي على الوش ده، سكر مكرمل.
مانجا، بسكوت مفتت بالزبده، طعمه تحفه وطعم الزبده فيه واضح. جميله دي، جميله يا ولاد اللعيبه. عايز اختصر الاخر كده، الاخر فيه بسكوت كتير. والكريم الفرامبليه ده عامل زي قوام الكريم كراميل كده، وطعمه قريب منه قوي برده، فميكس حلو قوي وصايع قوي الصراحه. او الميكس ده بقى كمكونات ممتزجه مع بعض عجبني اكتر بكتير من البسطوته. هنا المكونات كلها ماشيه مع بعض حلوه قوي. تحفه تحفه، حلوه قوي الصراحه. عاش يا سموذي. اختراع جامده جدا وانصحكم بيها قوي، دي هتعجبكم قوي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، وما دام في اجدد اختراعات حلوه في مصر يبقى احنا معانا مين؟ بالظبط بلبن. وبلبن عاملين حاجه اسمها دبي تشيز بومب الجديده، وعاملين 4 مشروبات جديده. بيقول لك المشروبات الشتويه. نبدا باول حاجه التشيز بومب الجديده. ده شكل التشيز بومب كده، عباره عن كنافه بيستاشيو برضو، ومن جوه فيها كريم تشيز، ومتغرقه من بره بصوص شوكولاته وبيستاشيو. نخش بسم الله، نخش على التشيز بومب. ناخد معلقه كده فيها كل حاجه، كنافه بيستاشيو مع كريم تشيز مع صوص شوكولاته. معلقه بس بتاعتهم صغيره قوي فمش شايله، يعني شايله اهي. هي حلوه مش وحشه، بس هي كميه كنافه كتيره جدا جدا، يعني معظمها كنافه بالبيستاشيو طبعا، فمجزعه سكر سيكا، لان الكريم تشيز دي قليله برضو بالنسبه لها. المعظم بتاعها كنافه بيستاشيو مع شوكولاته وكده، فكنسبه وتناسب مع الكريم تشيز، الكريم تشيز محشي جواها. حاول اكتره سنه كده، لما بيكتر بيفصل الطعم شويه، فحلوه مش وحشه. بس اختراعات بلبن اللي كده كانت احلى الصراحه. فنخش على المشروبات بقى. بلبن عاملين 4 مشروبات جداد من الشمال لليمين: هوت شوكليت، هوت شوكليت مارشميلو، هوت شوكليت تيرميسو، وهوت شوكليت بيرميسو بيستاشيو. نبدا باول حاجه الهوت شوكليت العادي. ده شكله كده عباره عن هوت شوكليت ساده. نخش بسم الله، نبدا بالهوت شوكليت العادي. طعم الهوت شوكليت مظبوط قوي، الشوكولاته تقيله، طعمها حلو قوي ومظبوطه قوي الصراحه، فجامد جدا، عجبني قوي الهوت شوكليت. نخش بقى على الهوت شوكليت مارشميلو. ده شكله كده، وزي ما انتم شايفين كده عباره عن هوت شوكليت عادي وعليه من على الوش مارشميلو. نخش بسم الله، نفتح بقى دي كده عشان نصير المارشميلو بالمعلقه. خد معلقه مارشميلو كده بالهوت شوكليت. يا لهوي على التسكير. ده هوت شوكليت مسكر قوي بقى، لان الهوت شوكليت اصلا مسكر وتقيل طبعا، مع المارشميلو وتسكيرته بقى، فجامد جدا. بس تقيل قوي ومسكر، مسكر مش هزار، يعني ده سعرات حراريه ل 100 سنه قدام، تقيل قوي. نخش بقى على اللي اعتقد هيعجبني قوي، اللي هو الشوكليت تيرميسو بالقهوه. ده شكله كده، شكلا ما يفرقش حاجه عن الهوت شوكليت، بس طعمه المفروض يبقى فيه قهوه. ده فنخش ونشوف الكلام على ايه. نخش على الهوت شوكليت تيرميسو. الله الله، اخيرا فهمتني. طعم الهوت شوكليت حلو جدا، زي ما قلت لكم الشوكولاته تقيله وطعمها حلو قوي. سنه التيراميسو بقى اللي هو القهوه مديها بالانس، مديها شويه توازن كده بين الشوكولاته المسكره والقهوه المره سيكا، فعامل بالانس. طعمه حلو قوي ده، ولو بتحبوا القهوه هيعجبكم قوي ده. يعني انا بالنسبه لي عجبني جدا، ده اكتر واحد عجبني فيهم كلهم لغايه دلوقتي، حلو قوي، تحفه. نخش على اخر واحد بقى، هوت شوكليت تيراميسو بيستاشيو. وزي ما انتم شايفين كده شكلا مفيش اي فرق خالص تقريبا، بس نخش على الطعم ونشوف الكلام على ايه. نخش على الهوت شوكليت تيراميسو بيستاشيو. طعم فليفرز كتير قوي مع بعضه، هوت شوكليت واضح وتقيل، بيستاشيو واضح برده وعامل تاتش حلو، والبيستاشيو معاهم، فكتير الصراحه بالنسبه لي. انما الاربعه حلوين جدا، هي اذواق شخصيه بقى تختلف من واحد لواحد، لان جوده الهوت شوكليت نفسها حلوه جدا. شوكولاته تقيله، طعمها حلو، واضحه، مش مائيه وخفيفه كده ما تحسش بيها، لا يعني خامه نظيفه ومحترمه. اجمد اتنين فيهم بالنسبه لي اللي هو الشوكليت العادي لو عايز هوت شوكليت، ولو بتحب القهوه التيراميسو تحفه، ولو انت بقى بتموت في السكر وعايز تخش بدماغك خش على المارشميلو يعجبك قوي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى العبد. والعبد عامل زربيحه حاجات جديده، عامل اكلير جديد بكذا طعم مختلف، وعامل ملفيه جديد بكذا طعم مختلف برضه، وعامل كروسو محشي ده مش جديد قوي، فانا جبت كله. نفتح ونشوف. ده كروسو شوكولاته، كروسو حلاوه، الاكلير والملفيه. نبدا بالكروسو. ده كروسو شوكولاته ميجا، وانا جبت الميجا ما جبتش العاديين، لان الميجا بيبقى اكبر حجم، وهم عاملين منه نوعين، بالشوكولاته وبالحلاوه. فده اللي بالشوكولاته زي ما انتم شايفين كده، بالشوكولاته من بره ومحشي شوكولاته من جوه برضه. نخش بسم الله، نخش على كروسو ميجا شوكولاته. عجينه الكرواسون حلوه جدا، مستويه حلوه جدا، حشوه الشوكولاته اللي فيه محطوطه بكميه محترمه برده، بس هو مش كرواسون بتاع المخابز اللي هو بيبقى مخبوز ومنفوش وكبير، ده هو مايل اكتر للمعلب زي مثلا المولتو والحاجات دي، فاهمين الفرق؟ انما كاوردر جاهز معلب حلوه جدا ومعمول حلو قوي، وقيمه مقابل سعر زي الفل الصراحه، جامد يعني، حلو قوي. نخش على اخوه بقى اللي بالحلاوه. ده شكله كده برده جاي في كيس مقفول، عباره عن كرواسون ميجا يعني حجم كبير، وعليه من على الوش سبرينكلز بيضه، ومحشي من جوه بالحلاوه. نخش بسم الله، نخش على الحلاوه ميجا. خد النص ده عشان النص ده مليان اكتر. تحفه، ده تحفه وعجبني قوي. قولي لي ليه بقى، لحظه. حلو قوي ده، كرواسون شوكولاته مألوف وعارفينه، وبقى جربه قبل كده مليون مره من مليون محل، انما كرواسون حلاوه ده جديده ومعموله حلوه قوي الصراحه، ومصر الكرواسون كده اللي هو يعني تعالي يا فرنسا هنحشيك حلاوه.
تعالي يا فرصه الشيكه حلاوه دي، مش قصدي يعني، انتوا فاهمين المعنى. معمول حلو قوي الصراحه، ورشحه لكم بقوه ده. الاتنين حلوين، بس الحلاوه دي في حته ثانيه، مصر الدنيا كده، وطعم الحلاوه كمان تحفه، فجميل الصراحه. جوز العنب ده حلو قوي. نخش بقى على الاكليرز. الاكلير العاديه اللي هي معروفه ان هي بالشوكولاته دي، عاملين منها 6 7 انواع مختلفين. نخش ونشوف. دي الملف الشوكولاته العاديه اللي كل المطاعم الحلوه بتعملها، البيزك العادي خالص. وده بوكس عاملين منها 7 انواع مختلفين، ما شفتش حد في مصر عملهم قبل كده الصراحه. عاملينهم بايه بقى؟ اسمع معايا بيه. بالليمون والراسبيري بينك والكوكيز اند كريم والكراميل والفستق واللوتس والشوكولاته البندق. نبدا باول حاجه الشوكولاته البيزك العاديه خالص. نخش على الاكلير، وانا بعشق الاكلير دي، بحبها جدا. نخش بسم الله. عجينة الإكلير حلوة جدا، الحشوة الداخلية اللي فيها محطوطة بكمية محترمة وطعمها حلو جدا، والميكس بتاعها مع بعض تحفة الصراحة، ولا مجزعة ولا تضايقك، معمولة بمعلمة، فعاش عاش عاش يا عبد بصراحة، 100 100. دي كده العادية البيزك. نخش بقى من غير ترتيب، والله أنا رصيت كده زي ما ترصوا. نخش على الليمون، إكلير ليمون. ده شكلها كده زي ما أنتم شايفين كده، التوبنج الخارجية بتاعتها معمولة ليمون ومحطوط معاها صوص شوكولاتة بيضة. نخش على الليمون، مفيش من هنا كده، ونخش بسم الله. نفس الكلام عن عجينه الاكلير عشان ما اقعدش اكرر كلامي، في كل واحده هدوقها. احنا هنقيم حشو على طول دلوقتي. محشيه كريمه، والتوبنج اللي من فوق ده صوص ليمون كده ميزه السنه، الميكس مع بعض تحفه برده، جامده قوي الصراحه قوي، يعني فكره جديده ومختلفه ومعمول حلو قوي. نخش بقى على الراسبيري بينك. ده شكلها كده، وطبعا زي ما واضح من اسمها راسبيري يعني توت، فده توت بينك، توت بامبا يعني. نخش بسم الله. الطلعات الحلوه دي تحديدا بتبقى تحدي فظيع بالنسبه لي، بتبقى جامده قوي عليا اكتر من الحادق بكتير. نخش على الراسبيري بينك. اول ما قطمتها دي افتكرت السكر اشتغل، افتكرت الميم بتاع حبيبي 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 حبيبي. محشيه من جوه بصوص توت، والتوبنج بتاعها من على الوش برده صوص توت، وطعمها حلو قوي قوي، وعجبتني اكتر من الليمون الصراحه، رهيبه. نهدي الدنيا شويه في المزازه، ونخش على الكراميل. ده شكل الكراميل كده، وزي ما انتم شايفين التوبنج بتاعها من على الوش كراميل مع صوص كراميل غالبا. نخش على الكراميل. الحشوه من جوه كراميل ومن بره كراميل برضو، بس دي كميكس مش احسن حاجه الصراحه، طعمها في سنه تجزيعه كده، سنه لزعان كده بتجزيعه غريبه، مش احسن واحده فيهم يعني. نخش على البيستاشيو. ده شكل البيستاشيو كده زي ما هو واضح، صوص فستق ومرشوش على سنه فستق من على الوش. نخش على البيستاشيو اللي اشتكى معانا في كل ما هو حلو في مصر مؤخرا، هي الحاجه تطلع ترند وباي باي بقى، كل سنه وانت طيب، رص كل الحلويات من الترند. نخش على البيستاشيو. محشيه من جوه بيستاشيو وعليها من على الوش بيستاشيو، والميكس بتاعها مع بعض الصراحه مش احسن حاجه خالص. حشو البيستاشيو ده مع التوبنج مش احسن حاجه الصراحه، اللي فاتوا كانوا احلى يعني. هقول لكم في الاخر اجمل حاجات فيهم. نخش على كوكيز اند كريم، ودي اللي متفائل بيها قوي. ده شكلها كده، وطبعا الكوكيز اند كريم ده فليفر حلويات مشهور في العالم كله، واللي بيضربوا سبلمنتس عارفين ان هو بيبقى من اجمد الاطعمه في السبلمنتس. نخش على كوكيز اند كريم، حاطين عليه من فوق بوريو مفتت مع صوص شوكولاته والشوكولاته البيضاء. لا لا لا، دي محشيه من جوه موس شوكولاته، وعلى الوش جليز ابيض مسكر كده مع فتافيت بوريو وصوص شوكولاته، رهيبه رهيبه وفيري هايلي ريكومندد، يعني دي ارشحها لكم بقوه رهيبه، حلوه قوي قوي بنت لذينه. نخش على اللوتس. ده شكل اللوتس كده زي ما انتم شايفين، عليها صوص لوتس من على الوش، ومحطوط على الجنب ده صوص لوتس، وعلى الجنب ده رشه بسكوت لوتس مفتت. نخش بسم الله. طب اخش من انهي جنب بقى؟ نخش من على الجنب اللي عليه البسكوت. شوف يا اخي المواطن، انا كنت داخل على دي على اساس ان اقول لكم ان هي حلوه قوي، لان المفروض محشيه لوتس من جوه، وطبعا زي ما احنا عارفين اي حاجه فيها لوتس تبقى جامده، بس هي محشيه من جوه بكريم باستري، طعمه ميز السيكه كده برده مجزع، نفس اللي محشيه بيه كراميل، فمش احسن حاجه خالص الصراحه، لان الفيلينج ده يعني الحشوه دي مغطيه على طعم لوتس خالص، مش واضح تقريبا، فمش احسن ميكس. لا نخش على، انا عارف انها جامده وقوي ان شاء الله، وان شاء الله ربنا ما يكدب ظني، الشوكولاته بالبندق. ده شكلها كده زي ما انتم شايفين، التوبنج بتاعها شوكولاته، وبرده على الجنب ده معمول صوص شوكولاته، وعلى الجنب ده محطوط قطع بندق. نخش بسم الله. والله مستبشر بيها خير قوي، كفايه حبه البندق دول فتحوا نفسي على الدنيا. نخش نشوف الكلام على ايه. دي اكتر واحده اكلت فيها، يعني دخلت البعد نصها لاني مش شايف حشو من جوه، فدي اكيد غلطه، مفيش اكلير مبقاش محشي من جوه، فاخد قطمه من الناحيه دي كده، حشو ظهر اهو، محشيه من جوه موس شوكولاته مع صوص شوكولاته من على الوش وقطع بندق رهيبه. بس خلي بالك يا عم العبد، خلي الحشو فيها كلها. انا عارف ان الجله مليها اسهم، دي غلطه مش مقصوده، بس انا بقول لك برضه خد بالك، غلطه الشطر ب1000. خلصنا الاكلير خلاص، اجمد حاجات فيهم وما ينفعش خالص تفوتوهم، يعني هصف ده بدري بدري كده قبل ما نخش على اللي بعده. الشوكولاته بندق، واللي بيحب الحاجات المزه يبقى الراسبيري بينك هتعجبه قوي، والتوب والباشا ورقم واحد واللي رشحه لكم بقوه الكوكيز اند كريم، في حته ثانيه خالص. وطبعا الانسان البيزك اللي ملوش في الحوارات والعك ده، شوكولاته يا باشا في الامان وفي المستريح.
فاتح. نخش على الملفيه بقى. شوف بقى يا بيه، احنا من ساعه ما وقعنا على الدنيا واحنا نعرف ان الملفيه ده حاجه من ثلاثه، يا سكر يا كراميل يا مربى، مفيش حاجه رابعه. العبد قال لك لا فيه، وعملوا ملفيه بثلاث اطعمه جداد مختلفين جدا. عاملين بايه بقى؟ بطعم التوفي وباللوتس وبالبيستاشيو. نبدا بالتوفي. ده شكلها كده عباره عن طبقات الملفيه العاديه خالص، وعليها من على وش طبقه توفي. نخش على الطعم ونشوف الكلام على ايه. توفي البونبوني ده قال لك لا اعملوا لك ملفيه. نخش بسم الله. طب تاني كده. طبقات ملفيه معموله حلوه جدا، طعمها حلو قوي، وطبقه التوفي اللي من على الوش دي سكرها هادي وطعمها لذيذ برده، مش مجزعه وغبيه كده، فالميكس ماشي مع بعض حلو قوي الصراحه، جميله. نخش على اللوتس. ده شكلها كده نفس الطبقات برده بتاعت الملفيه، نفس الذات نفس، وعليها من على الوش طبقه لوتس برشه بسكوت لوتس خفيفه قوي. نخش على اللوتس. دي طعمها قالب على بسكوت، عارفين لما تحطوا كبشه بسكوت في الشاي كده وتروحوا قاطمين؟ هو الطعم عامل كده الصراحه. طبقات الملفيه في التوفي كان محطوط بين الطبقات كريمه بيضه، هنا محطوط لوتس، واللوتس مش مظبوط قوي الصراحه في طعمه، مع قوام ملفيه طعمه قريب من بسكوت الشاي كده. التوفي اجمد الصراحه. نخش على اخر واحده، البيستاشيو. ده شكلها كده نفس الذات نفس برده، بس طبقات الملفيه هنا محشيه بيستاشيو، والوش بيستاشيو برده برشه فستق صغيره قوي. نخش على البيستا. لا اله الا الله. طعم البيستاشيو في الملفيه احلى بكتير من الاكلير، ومظبوط اكتر بكتير الصراحه، فكسوس وتوبينج بيستاشيو طعمها حلو مش وحش، جميله يعني. اجمد حاجات في الملفيه التوفي عجبتني قوي، وبعدها البيستاشيو. اللوتس مش عارفين يظبطوها قوي الصراحه. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، حلواني اتوال. واتوال عمل حاجتين جداد، عمل كنافه بيستاشيو فادج، وعمل كيكه شاي بلبن. واللي عجبني قوي في الموضوع ان هو عامل منهم حجم سنجل، يعني فرداني كده، بدل ما اروح اجيب تورتيه كامله عشان اجرب الطعم. نفتح ونشوف. ده البوكس اللي فيه حاجه، فالسيمبل خالص، قطعه فادج كيك وقطعه شابو لبن. نبدا بكنافه بيستاشيو فادج كيك. ده شكلها كده، وزي ما انتم شايفين عباره عن قطعه فادج كيك، الطبقه اللي من تحت شوكولاته فادج، والحشو اللي من تحت شوكولاته بالكنافه، وبعد كده طبقه فادج كيك تاني، والحشو اللي من فوق بيستاشيو بالكنافه، وبعد كده فادج كيك تاني، وعلى الوش شوكولاته. نخش بسم الله. نخش على الكنافه بيستاشيو فادج كيك. فاتش كيك حلو قوي، طعم الفاتش كيك نفسه حلو جدا، معمول مظبوط بمعلمه يعني. الطبقات اللي فيها سواء شوكولاته بالكنافه او بيستاشيو بالكنافه مش جزعه ومش معموله اوفر، فطعم الفاتش هو اللي ستيل طاغي، والميكس بتاع الثلاثه مع بعض حلو قوي الصراحه، فجميله. واحلى حاجه فيها ان هي مش جزعه سكر، معموله بمعلمه. نخش بقى على كيكه الشاي بلبن. ده شكلها كده تحت خالص طبقه بسكوت، وبعد كده كيكه الشاي بلبن، ومن على الوش فوق طبقه بيضه كده، هنشوف ايه هي. وحط لك التوبينج من فوق قطعه بسكوت شاي كريمه على الوش. نخش بسم الله. نخش على اللي رب يكون عاملينها حلو، لان لو معموله حلوه هتبقى اختراع جامده قوي. دي فاكرين في رمضان اللي فات في الحلو كان في حد عاملها وكانت جامده قوي. خش بسم الله. طعم البسكوت حلو جدا، الفيلنج بتاع الشاي باللبن ده بيسمع في بقك بس مش طاغي، يعني على ما اتذكر كده اللي عمل في رمضان اللي فات حاجه بالشاي باللبن كان كابر ميلت على ما اتذكر، يعني كان ظابط الطعم اكتر من كده بكتير، كنت تضرب تحس ان انت تاكل شاي باللبن بجد بدل ما تشرب شاي باللبن انت بتاكله. هنا طعم الشاي باللبن موجود وواضح، بس لما تركز فيه مش طاغي، فمحتاجين يزودوا طعم الشاي بس، او طعم الشاي باللبن يعني، عشان يبقى طاغي وواضح اكتر. انما غير كده حلوه جدا. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، الملكي. والملكي زي ما انتم شايفين كده مش عامل حاجات جديده كتير، المهم ان انا جبت كل جديد ان هو عامله. عاملين حاجه جديده اسمها اعجوبه الاهرامات السبعه، ومنزلين كذا نوع مختلف. ده هرم الشوكولاته، بس هو مش هرم يعني، هو كيكه. الهرم اهو، ده هرم النوتيلا. عاملين رز بلبن لاكتوز فري، يعني ما فيهوش لاكتوز خالص للناس اللي عندها حساسيه من اللبن، وتشيز حركه محترمه جدا، واول مره مطعم حلويات في مصر يعمل الحركه دي، يفكر في الناس دي اصلا. مسخسخه فراوله عشان كريسماس بقى والسنه الجديده وبتاع. هرم الفستق او كيكه الفستق، لان دي مش هرم. رز بلبن لاكتوز فري اهو. وعاملين رز بلبن دايت، بس حاولت تطلبه كتير للاسف ناقص. هرم منقرع فراوله، وهرم هاني كومب، ومعالق بقى وحركات. نبدا باول حاجه، الرز بلبن لاكتوز فري. ده شكل الرز بلبن لاكتوز فري، وزي ما انتم شايفين كده هو رز بلبن ساده خالص، كل الفكره بس ان هو ما فيهوش لاكتوز للناس اللي عندهم حساسيه البان وحساسيه من اللاكتوز. نخش على الطعم، وانا ده خايف من طعمه الصراحه، لان زي ما انتم فاهمين اي حاجه هيلثي بتبقى ايه، مش احسن حاجه كطعم، بس هنشوف. حلو قوي. رز بلبن عادي جدا، قوامه تقيل، الرز فيه واضح وطعمه حلو قوي، والكريمه بتاعته غنيه ودسمه قوي كمان، فحلوه قوي الصراحه. وتحس ان هو متحلي بجوز هند كده، انا مش شايف فيه جوز هند بس طعمه واضح، بس فيه طعم شبه جوز الهند كده، فحلو قوي الصراحه. اي حد عنده حساسيه البان او اللاكتوز بيتعبه، ده اختيار محترم قوي ان هم يفكروا فيه كحلو، وان هم يعملوا رز بلبن دايت بلبن خالي الدسم وسكر دايت. اي نعم ده مش دايت، يعني مفيش دايت في رز بلبن اكيد، بس على الاقل هيبقى سعرات حراريه اقل وبكتير. انت لما تبدل السكر العادي بسكر دايت ده كده فرق جوهري، لان سكر الدايت مفيش سعرات حراريه، فالخطوه دي لوحدها هتفرق كتير جدا. بس المشكله ان هو ناقص على طول بقى، فيا ريت يا مالك تزودوه شويه في الفروع. نخش بقى على عجوبه الدنيا السبعه الجديد ده، ونبدا بكيكه الشوكولاته. زي ما انتم شايفين ده عباره عن تورته شوكولاته، واضح ان هي فيها صوص شوكولاته، موس شوكولاته، عليها بوريو من على الوش، وحاطين لك عليها زينه من اللي بتتحط على شجر الكريسماس. فنخش على الطعم بسم الله. نشيل بس الكوره دي بدل ما ناكلها بالغلط. نخش على ايه ده في حبايه حرنكش على الوش.
بحب الحرنكش قوي. افتح التورتايه كده بالطول، هي لها عاملينها قالب كده، خد معلقه فيها كل حاجه. عباره عن طبقات كيك مع طبقات موس شوكولاته، وعلى الوش صوص شوكولاته وبوريو. طعم الكيكه حلوه قوي وطري جدا، والطبقات كلها ماشيه مع بعض حلو الصراحه، فحلوه مش وحشه، جميله يعني. نكسر بقى بالمسخسخه فراوله ونخش على كيكه الفستق. ده شكلها كده زي ما انتم شايفين، عباره عن كيكه التريليتش العاديه مع صوص فراوله، ومعاها من على الوش قطع فراوله. نخش على الطعم، نخش على المسخسخه فراوله. حلوه قوي قوي الصراحه. انتوا عارفين انا قد ايه بحب كيكه التريليتشي، بحبها جدا يعني كفكره وطعم وكل حاجه. وصوص الفراوله اللي عاملينه بيها ده جديد ومختلف الصراحه، مديها طعم قريب شويه من الزبادي فراوله، فجميله الصراحه، حلوه قوي وحلو شتوي جميل كده، جامده جدا. نخش على كيكه الفستق بقى. ده شكلها كده برده زي كيكه الشوكولاته بالظبط، بس دي عليها من على الوش صوص بيستاشيو وحبايات بارز وحبايه حرنكش في النص برده، وبرده حاطين فيها لعبه من شجر الكريسماس على الوش. نخش على كيكه الفستق برده معلقه بالطول كده عشان نجيب كل الطبقات. دي جميله قوي دي كميكس عجبتني اكتر بكتير من الشوكولاته. طعم البيستاشيو حلو قوي، الكيكه اللي عاملينها هي نفس الكيكه طريه جدا وطعمها حلو قوي ككيكه، مع صوص البيستاشيو بقى اللي معمول حلو قوي، ورشه الفستق بس مع الوش جامده قوي الصراحه. فبين دي والشوكولاته لا دي عجبتني اكتر الصراحه. ندوق البرز دي كده، توت ميزز كده، حلوه قوي وككيكه انصحكم بيها جدا، هتعجبكم قوي. نخش بقى على الثلاث اهرامات الجداد ونبدا بهرم النوتيلا. ده شكل هرم النوتيلا كده، عباره عن هرم شوكولاته زي ما انتم شايفين، وعليه كريسبيز اللي هو بيبقى عامل زي الكورن فليكس ده، واعتقد فيها فريو روشيه. نخش ونشوف طعمها ايه. نخش على هرم النوتيلا او هرم الروشيه زي ما مسمينه يعني. عباره عن كيكه فالج من تحت خالص مع موس شوكولاته وطبقه خارجيه من الشوكولاته والكريسبي اللي قلت لكم عليه. الميكس مع بعض حلو قوي الصراحه، لان الفالج ده طعمه دارك شوكليت شويه كده مع الشوكولاته العاديه اللي مش دارك والكريسبيز والطبقه الخارجيه، الميكس كله مع بعضه حلو قوي الصراحه. فحلوه جميل ده، لو بتحبوا الشوكولاته هتموتوا فيها، جامده جدا. نخش بقى على هرم منقرع فراوله. ده شكله كده زي ما انتم شايفين، عباره عن هرم صغير برده عليه من تحت تقريبا جوز هند، ومن فوق شكله زي الريد فيلفت كده. نخش على هرم الفراوله. هي ريد فيلفت، الطبقه اللي من تحت كيكه فراوله مع كريمه وجوز هند زي ما قلت لكم، وريد فيلفت من على الوش، جامده جدا برده. ولو بتحبوا طعم الريد فيلفت هتموتوا فيها، دي جميله. والجدير بالذكر ان الاهرامات الجديده اللي عاملينها دي مش كنافه خالص، دي كيكات مش كنافه، فحلوه قوي الصراحه. ان لو تفتكروا ما كانتش عاجباني قوي الكنافه، ما كانتش مظبوطه يعني. نخش على اخر حاجه من الملكي بقى، هرم الهاني كامب. ده شكل هرم الهاني كامب كده، وكشكل هرمي كاهرامات يعني ده اقرب شكل للهرم، تحس ان هو مبنى هرم فعلا. الهاني كامب ده بيبقى بالعسل والكراميل. نخش بسم الله، نخش على هرم الهاني كامب. مهتمين قوي بالاهرامات الملكي. مفيش كده معلقه فيها كل حاجه. يا لهوي، ثانيه واحده، دي سكرها جزع قوي بقى، قوي قوي مش هزار. دي عباره عن صوص كراميل متكرمل وسكر مكرمل مع كريمه في النص، بس الطعم اللي طاغي فيها هو طعم السكر المتكرمل اللي بيبقى جزع سكر قوي ده، فمش احسن حاجه خالص. هي شكل 100 100، طعم لا في الباي باي خالص. فالملكي قبل ما نخش على اللي بعده، الاهرامات الجديده دي اجمد اتنين فيهم هرم النوتيلا وهرم منقرع فراوله، دول تحفه. وقوالب الكيك، كيكه الفستق في حته تانيه خالص، كيكه طريه كده وناعمه ودايبه، والمسخسخه فراوله باشا طبعا. نخش على اللي بعده، نخش على اخر حاجه معانا النهارده بقى، كريم. وكريم عامل حاجه هو اول حد في مصر يعملها، عامل الماتيلدا كيك. الماتيلدا كيك دي اللي ما يعرفش ظهرت في فيلم ماتيلدا، لما كانت الست اللي شكلها وحش دي بتعاقب الطفل الصغير ان هو كل السناك بتاعها، وجابت له الماتيلدا كيك دي وقعدته ياكلها كلها عقابا ليه. بس الواد عند معاها وكيفته جدا الماتيلدا كيك، وفعلا خلصها كلها، والمدرسه كلها عملت مظاهرات برافو عليك وتشجيع وحاجات كده. بسبب اللقطه دي في الفيلم الماتيلدا كيك دي بقت ترندنج جدا في كذا حته بره مصر. اول ناس يجيبوها في مصر هم كريم اللي في الرحاب، فجبنا الماتيلدا كيك دي وتعالوا اوريها لكم. ده شكل الاوردر كده، جايبين لك كيكه الماتيلدا وجايبين لك معاها كاب فيه مكسرات وجار فيه صوص شوكولاته. طبعا زي ما انتم شايفين كده البرزنتيشن بتاعها تحفه، باكجينج وبرزنتيشن في حته تانية الصراحه. جايبين الكيكه جوه مثلث كده مكتوب عليه ماتيلدا كيك، شكل التغليف عاجبني قوي بصراحه. وده شكل الكيكه نفسها، حجمها كبير، عباره عن 3 طبقات كيك، وفي النص حشوتين شوكولاته، وطبعا غامقه جدا كلها في بعض، والوش بتاعها شوكولاته غامقه برده، والوش بتاعها مزجزج كده، وجايبين معاها صوص شوكولاته اللي قلت لكم عليه، وكاب كده فيه مكسرات مطحونه بندق وكرانشز كده. هنخش ونشوف دلوقتي. نخش بقى على الماتيلدا كيك اللي انا محتاج اكلها ازاي دي. خد شوكه كده وندوقها يا سيدي الاول. الله يا عبد الله، الشوكه نزلت في ثانيه. لحق الواد يهيص ان ده عقاب، يا ريتني كنت انا والله. حلو قوي، عباره عن كيكه شوكولاته دارك، كلها شوكولاته دارك، ومعاها من النص طبقتين شوكولاته، وكلها دارك في دارك مع الشوكولاته اللي في النص دي. فحلوه قوي الصراحه، قوي جميله يعني، وطريه جميله. نجرب معاه بقى الصوص اللي جايه بيه ده. ننزل بحبه كده، نزود حبه شوكولاته كده، حبه صوص، يو لا لا لا، نحط رشه مكسرات اللي جايبينها دي، ونخش بسم الله. حاطين الاضافات كلها، نجرب كده بقى على بعضه. ربنا يستر عليا والله. الله الحقني يا معتز.
كده حلوت اكتر بكتير. قول لي ليه؟ زي ما قلت لكم من الاول، هي الكيكه كلها دارك شوكليت، اللي مديها تسكيره سنه هم حشوتين الشوكولاته اللي في النص دول. لما تحط بقى الشوكولاته العاديه مش الدارك عليها، بتضيف لها تسكيره وطعم حلو قوي، مع المكسرات والكرانشز الجامده دي عليها بقى. الميكس النهائي اللي طالع تحفه الصراحه. وكل الكلام ده على 190 جنيه. 100 100 100 100 وفيري هايلي ريكومندد. ارشحها لكم وبقوه القوه. حلوه قوي. 10 كرام ماتيلدا كيك زي ما قال الكتاب، وتجربه هتتبسطوا بيها قوي الصراحه. تعالوا لكم خلاصه. خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. اجمد حاجات في اجدد حلويات من مطاعم مصر ما ينفعش خالص تفوتوها هم اللي جايين دول. سموذي بارادايس الفريسكا الجديده دي تحفه، وخصوصا فريسكا دبي اللي جربتها كاختراع حلوه جدا. فكره ان هم يعملوا بسكوته الايس كريم رول ويحطوا جواه حشو، دي فكره جامده جدا الصراحه، ومتنفذه حلوه قوي كمان. واجدد اختراعاتهم اللي هو بستوته لافا ده حلو قوي برده، والميكسات بتاعته كلها ماشيه مع بعض حلوه جدا، هيعجبكم قوي. العبد الكرواسون محشي، جربوا الكرواسون حلاوه ميجا هتعجبكم قوي، بس ما تتوقعوش منها ان هي كرواسون مخابز، هي كرواسون لاكياس. اجمد واحده في الملفيه الجديد هي الملفيه توفي، معموله حلوه قوي والطعم جديد ومختلف. اجمد حاجات في الاكلير راسبيري بينك، لو بتحبوا الحاجه المزه شويه هيعجبكم طعمها قوي، ولو بتحبوا الحاجه المسكره المظبوطه يبقى الكوكيز ان كريم تحفه، وهي اكتر واحده عجبتني فيهم كلهم. ولو بتحبوا البيزكس الشوكولاته بندق حلوه قوي برده، ومعموله بمعلمه الصراحه. اجمد حاجات من عند الملكي المسخسخه فراوله، لو بتحبوا الفراوله هتعجبكم جدا لانها معموله حلوه قوي برده. والاهرامات الجديده اجمد هرمين فيهم هرم النوتيلا طعمه حلو قوي، والمكونات كلها ممتزجه مع بعض بطريقه حلوه جدا، وهرم منقرع فراوله. لو بتحبوا الريد فيلفت هيعجبكم قوي برده لان معموله بمعلمه الصراحه. والكيكات لو بتحبوا كيكه طريه خالص اللي هي بتدوب في البق دي، يبقى هرم الفستق الجديد الميكس بتاعه تحفه الصراحه وهيعجبكم قوي. باللبن التشيز بومب ما كانش اجمد حاجه الصراحه، مش اجمد اختراعاتهم مؤخرا يعني، بس المشروبات اجمد مشروبين فيهم اللي هو الشوكليت العادي معمول حلو قوي. ولو بتحبوا القهوه يبقى الترميسو هوت شوكليت، في تاتش قهوه كده حلوه جدا فيه. واختراعات الاختراعات واجمد حاجه النهارده الماتيلدا كيك، وقيمه مقابل سعر في حته تانية خالص الصراحه، كطعم وميكس وكواليتي وحاجات نازله مع الاوردر. الموضوع كله هيعجبكم قوي الصراحه، وانصحكم جدا تجربوها. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده هي دي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبكم الطلعه ما تنسوش تشتركوا القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم حاجه نزلها وتبول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، اسبوع جاي وطلعه جديده. اشوفكم على خير.